ليه قراية وكتابة التاريخ بالبولندي حاجة صعبة جدا والناس بتشتكي منها وبتلخبط ناس كتير. التاريخ بالبولندي مش أرقام وبس، ده مبني على فهمك لكذا حاجة. في الفيديو ده زي ما تعودنا بطريقة سهلة وبسيطة هنشرح التاريخ بالبولندي سواء هتحتاجه في شغل أو سفر. أنا اسلام أبو رفا وده كورس بولندي أونلاين. زاتش نايمة. لو قلت لك النهارده يوم ايه هترد تقول لي النهارده خميس جمعة سبت حد، يوم من أيام الأسبوع، صح كده؟ طب النهارده يوم كام؟ هتقولي 25 مارس، 26 ابريل، 30 يونيو، ايا كان. طب تاريخ النهارده ايه؟ ده سؤال محدد والإجابة عنه بتكون النهارده مثلا اليوم اللي بصور فيه، النهارده الثلاث الموافق 3 فبراير 2026 باللغة العربية الفصحى علشان نعرف نترجمها بالبولندي. اليوم هو الثلاثاء الموافق 3 من فبراير لعام 2026. البولندي نفس الفكرة. لو أنا قلت لك ياكي جينيس جيشاي، ده أنا كده بسألك زي بالمصري كده لما بيقول لك النهاردة يوم إيه، هترد تقول الخميس، الجمعة، السبت، سوبوتا، بيونتك، نيجلا، بوني جاويك. وما تخافش، كده كده أنا عامل فيديو عن أيام الأسبوع هسيبه لك في وصف الفيديو تحت، وكده كده موجود على كورس بولندي أونلاين. إنما لو قلت لك كتور جينيس جيشاي أو مثلا كتوريس جيشاي، أنا كده بسأل عن تاريخ النهاردة مفصلا. فبتقول لي ان النهارده يوم من ايام الاسبوع، مثلا النهارده الثلاث الموافق 3 من فبراير لعام 2026 او 26. علشان تقولها بالبولندي لازم تكون واخد بالاسباب ومخلص كذا حاجه: ايام الاسبوع، شهور السنه، الاعداد الترتيبيه، وكل موجود في كورس بولندي اونلاين. كل ده موجود الحمد لله، فضل ونعمه من عنده مجانا، وهسيب لك اللينك في وصف الفيديو لكل فيديو. بعد ما اتعلمنا الأساسيات هنخش في التاريخ نفسه ونتعلم ازاي نقول التاريخ باستخدام كل الأساسيات ديت، سواء أيام الأسبوع، شهور السنة، الأعداد الترتيبية، أول، تاني، تالت. هنبدأ بالأيام. كتوري جينيس جيشاي أو اختصارا كتوريس جيشاي. أنا قلت جيشاي يست، جيشاي يست، كتوري جين يست جيشاي يست فتورك. مثلا التلات فتورك مفيش كلمة الموافق الحمد لله، هنخش على الرقم على طول، ولكن عدد ترتيبي 3 من فبراير. جيشاي يست فتورك. الثالث يعني ايه فاكرين؟ بيرفش دروجي تشاتشي. جيشاي يست فتورك تشاتشي فبراير يعني ايه؟ لوتا. ولكن هنا لوتاجو. طب ليه انا قلت لوتاجو ما قلتش لوتا؟ هنا في قصة صغيرة او تركة صغيرة. انا لو قلت النهاردة 3 فبراير ده باللغة العربية يعني كده في 3 فبراير، في 3 شهور اسمهم فبراير في السنة. نفس الكلام بالبولندي، احنا عايزين نقول 3 من فبراير، مش ده الشهر الثالث، مش ده 3 فبراير في السنة. فعشان نقول 3 من فبراير بنقولها بالبولندي Dzisiaj jest 3 dzień tego jednego miesiąca lutego. فبنختصر ده كله ونقول Dzisiaj jest 3 lutego، النهاردة الثالث من شهر فبراير. طب نفس السؤال، ليه قلت لوتاجو ما قلتش لوتا؟ لأن لوتاجو هنا عشان أفرقها بتكون ديبونياتش، صيغة مختلفة عن اللوتا. أو اللوتا هو أو شهر فبراير هو شهر عاق زي ما بيقولوا، هو الشهر الوحيد المختلف. كل اللي هنعمله في حالة الديبونياتش للأسماء بتاعت الشهور، لأن لوتا شهر فبراير هو صفة لقصة مش عايزين نخش فيها، ولكن هنضيف حرف في نهاية الشهر وبس كده. ما عدا اللوتا هتبقى لوتاجو، عشان كده أنا جايبه في المثال بتاع النهاردة. زي ما في العربي بنقول من فبراير، فبراير اسم مجرور بمن وعلامة جر الكسرة، نفس الكلام في البولندي هنقول اسم مجرور وعلامة جره حرف ما عدا اللوتا علشان دي قصة كده مش عايزين نخش فيها. لوتا هتبقى لوتاجو. الشهور في الديبونياتش ستيتشن، ستيتشنيا، عشان آخرها إن وضفنا فتبقى نيا، ستيتشنيا، ستيتشن، ستيتشنيا. لوتا شهر مختلف، لوتاجو لأنه صفة. ماجت، مارتا، ماجت هتبقى مارتا. وجيشن، فيتنيا، وجيشن، فيتنيا.
نفس الكلام نيا زي ستيتشنيا كفيتنيا. ماي مايا سهلة حطينا حرف الآ بس. ماي تبقى مايا. تشيرفيتس تشيرفتسا تشيرفيتس تشيرفتسا. ليبيتس ليبتسا ليبيتس ليبتسا. شربين شربنيا زي ستيتشنيا شربنيا. فجشن فجشنيا برضو فجشنيا. باجديرنيك باجديرنيكا باجديرنيك باجديرنيكا. ليستوباد ليستوبادا ليستوباد ليستوبادا. جروجين جرودنيا برضو كان نفس الكلام نيا. جروجين جرودنيا. فاحنا كده عندنا ستيتشنيا كفيتنيا شربنيا فجشنيا جرودنيا كلهم نفس المقطع في الآخر نيا. وفي الآخر كل الشهور هنتلخبط هنحط حرف الآ في الآخر. وعلشان ما تتلخبطش اكتبها في ورقة قدامك وخليها قدام عينيك وتعالى نحل نأكد على الفهم ونثبته. ازاي نقرأ 1 يناير؟ بيرفشة ستيتشنيا. تمام. 2 فبراير دروجي لوتاغو. 3 مارس تشاتشي مارتا. 5 فبراير بيونتا لوتاغو بيونتا لوتاغو. 14 مايو شترناسته مايا شترناسته مايا. 11 أو 11 من نوفمبر. 11 listopada 11 listopada. 19 أو 19 من سبتمبر. 19 sierpnia 19 sierpnia. 20/12 أو 20 من ديسمبر. 20 grudnia 20 grudnia. طب الأول من مارس. pierwszy marca. آخر سؤالين هسألهم لك ومش هجاوب عليهم، جاوب لي انت عليهم في التعليقات أكيد لي انك فهمت صح. 15/2 أو 15 من فبراير، واليوم الشهير بتاعنا 6 أكتوبر، 6 من أكتوبر. اكتبهم لي في التعليقات ونخش على اللي بعده. أتمنى تكون المعلومة وضحت. لو جاوبت صح فألف مبروك، يبقى انت كده قطعت نص خطوة بتاعت التاريخ اللي الناس بتشتكي منها وبتتلخبط فيها وشايفينها صعبة، وكده انت بتقرب لهدفك وهيجي يوم ان شاء الله وتوصل لهدفك. ما تنسانيش بدعوة حلوة، الدعوة بتوصل في أي مكان وفي أي وقت. وفي الفيديو اللي جاي هنتكلم عن باقي التاريخ ونستخدمه بشكل كامل، وهنركز على السنين لأن ديت ليها قصة تانية لوحدها. ما تنساش التدريب والممارسة بشكل مستمر، وزي ما بيقولوا في مصر الصنعة عايزة نفس طويل، وبالممارسة تبقى أستاذ، واللي يعمل إيده يغلب سيده، أو زي ما بيقولوا في بولندا Praktyka czyni mistrza. Praktyka czyni mistrza. Praktyka czyni mistrza. Praktyka czyni mistrza. Praktyka naprawdę czyni mistrza. Praktyka czyni mistrza.